اللي بيميز الشركة اللي بتكسب من الشركة اللي بتخسر السر دايما في حاجة واحدة: التحليل المالي. مستعد تعرف ازاي الشركات بتنجح او بتفشل بناء على الارقام؟ طيب عمرك فكرت يعني ايه تحليل مالي وليه المحلل المالي يعتبر عنصر اساسي في نجاح الشركات؟ التحليل المالي او الفاينانشال اناليسيز هو مش مجرد مصطلح بنسمعه، ده المفتاح لفهم قوة اي شركة وادائها المالي. طيب ايه دور المحلل المالي؟ المحلل المالي بيقوم بدراسة شاملة على الشركة علشان يحدد مدى صحتها المالية او اللي بنسميه الفاينانشال هيلث، وكمان بيقيم ادائها العام. طيب ازاي التحليل المالي بيعمل ده؟ ده بيكون من خلال القوائم المالية للشركة زي الميزانية، البالانس شيت أو المركز المالي، قائمة الدخل الانكم ستيتمنت، وكمان قائمة التدفقات النقدية الكاش فلو ستيتمنت. من خلال الثلاث قوائم مالية دول بنقدر نعمل تحليل شامل وندرس الوضع المالي للشركة بشكل متكامل، ونوصل لاستنتاجات مهمة عن حالة الشركة وقدرتها على الاستمرار أو النمو. طيب ازاي اقدر اعمل تحليل مالي؟ في تكنيكس كتير بتساعدك، ومن اهمها الريشيو اناليسيز او تحليل النسب الماليه. باختصار النسب الماليه ديت عباره عن مجموعه نسب بنستخدمها علشان نحول الارقام اللي موجوده في القوائم الماليه لنسب مئويه. النسب ديت بتساعدنا في عمليه تقييم الشركه وتقدير صحتها الماليه وادائها. والتحليل المالي بيستخدم بشكل اساسي في حاجتين: الكوربريت فاينانشال اناليسيز او الانترنال اناليسيز، واللي بيتسمى كمان التحليل المالي الداخلي. يعني ببساطه لما يكون في محلل مالي بيشتغل جوه الشركه، دوره ان من وقت للتاني يقيم اداء الشركه ويطلع تقرير للاداره. الاداره بتاخد التقرير ده علشان تعرف اذا كان في اي عيوب في الشركه او مشاكل في الشركه يعالجوها. يعني التحليل الداخلي ده بيساعد الشركه ان هي تطور ادائها وتحسن من قوتها الماليه. طيب كلمه داخلي ديت جايه منين؟ جايه من ان التحليل المالي الداخلي بيتم داخل الشركه نفسها عن طريق المحللين الماليين اللي بيشتغلوا جوه الشركه بهدف افاده الشركه نفسها وتطوير ادائها. اما النوع الثاني من التحليل المالي هو الانفستمنت فاينانشال اناليسيز، واللي بيتسمى كمان الاكسترنال اناليسيز، وده بيتم بغرض تقييم فرص الاستثمار. تخيل انك محلل مالي وجالك مستثمر عايز يشتري اسهم في شركه معينه زي شركه اكس مثلا. هنا دورك كمحلل هو انك تقول للمستثمر رايك في شركه اكس، وده من نواحي كتير، واحد اهم النواحي ديت هو التحليل المالي. بتبدا بقى تشوف اذا كانت الشركه ديت تستاهل الاستثمار ولا لا، هل الشركه ديت هتعمل عائد للمستثمر ولا لا. مش بس كده، حتى البنوك بتعمل انفستمنت فاينانشال اناليسيس لما بتدي قروض للشركات، لان البنك في الحاله ديت بيستثمر فلوسه في شكل دين. علشان كده لازم البنك يتاكد من الصحه الماليه للشركه وقدرتها على سداد الديون، والسيوله عندها تكون كويسه. كل الحاجات ديت بتبان من خلال التحليل المالي واللي هنتعلمه في المديول الاولاني وهو الفاينانشال اناليسيس. عايزك تتخيل معايا الرسمه دي. لو قلنا ان الشركه ديت زي مريض داخل لمستشفى علشان يشوف دكتور، ايه اللي بيعمله الدكتور اول ما المريض يدخل؟ بيبدا يعمل ليه فحوصات وتحاليل واشعه علشان يوصل للتشخيص الصحيح ويعالج المشكله. دلوقتي حضرتك كمحلل مالي انت مكان الدكتور والشركه هي المريض، واول حاجه هتعملها انك تجري تحاليل ماليه على الشركه. يعني ايه؟ يعني بتقيس حاجات زي السيوله، الليكويديتي، هل الشركه عندها سيوله كافيه لتغطيه التزاماتها قصيره الاجل، وكمان الملاءه الماليه، السولفنسي، قدره الشركه على سداد التزاماتها طويله الاجل، وكمان الربحيه، البروفيتابيلتي، هل الشركه بتحقق ارباح بشكل مستدام ولا لا، وكمان الكفاءه، الافشنسي، قد ايه الشركه فعاله في اداره مواردها، وكمان في نسب السوق، الماركت ريشيوس، واللي بتقيس قوه الشركه في السوق نفسه. في الكورس ده انا عايزك تتخيل انك الدكتور والشركه هي المريض اللي جاي لك. وظيفتك هي انك تعمل مجموعه من الفحوصات الماليه وتطلع في النهايه تقرير شامل عن حاله الشركه، سواء بقى لليوزر الداخلي او المستثمر الخارجي. المستخدم الداخلي ممكن يكون الاداره داخل الشركه اللي محتاجه الكوربريت فاينانشال اناليسيز، وده علشان تفهم مستقبل الشركه وتعرف لو في عيوب تحتاج تحسين او مميزات محتاجه ان احنا نطورها. اما المستخدم الخارجي ممكن يكون مستثمر عايز يعرف اذا كان يستثمر في الشركه او لا، او حتى بنك بيدرس انه يدي قرض للشركه. فالتقرير بتاعك هو اللي هيساعده ياخد قراره الاستثماري بناء على الفحوصات او التحاليل اللي انت عملتها. ولما نيجي نتكلم عن انواع التحليل المالي هنلاقي عندنا نوعين اساسيين. عندنا اول نوع الفاوندمنتال اناليسيز او التحليل الاساسي، وعندنا كمان التكنيكال اناليسيز او التحليل الفني. طيب ايه الفرق ما بين التحليل الاساسي والتحليل الفني؟ التحليل الاساسي او الفاوندمنتال اناليسيز هو اللي معظمنا بيعمله. بتبدا تجيب القوائم الماليه للشركه زي البالانس شيت والانكم ستيتمنت والكاش فلو ستيتمنت، ده لو انت عايز تجيبها. بعد كده بتطبق عليها تحليلات ماليه باستخدام النسب الماليه او تقنيات التحليل المالي المختلفه واللي بتعتمد على ارقام القوائم الماليه. طيب ليه بنعمل كده؟ علشان اول حاجه نقدر نعرف قيمه الشركه في حاله الدخول في تقييم الشركه، الفالويشن. فبدايه اي تقييم للشركه هو تحليلها نفسه، ومن خلال التحليل الاساسي ده
تقدر تحدد أداء الشركة وكمان توقعاتها المستقبلية. بمعنى تاني، التحليل الأساسي بيعتمد اعتماد كبير على الأرقام الموجودة في القوائم المالية وتطبيق تحليلات النسب المالية عليها، وكمان مقارنة القوائم المالية ديت ببعضها، وده اللي هنتعمق فيه أكتر قدام. أما التكنيكال أناليسيز أو التحليل الفني فده مختلف تماما عن التحليل الأساسي. التحليل الفني ما بيستخدمش القوائم المالية نهائيا. طيب بيبص على إيه؟ بيركز على أداء سهم الشركة في السوق. تخيل إنك فتحت منصة تداول وشفت سهم شركة بيطلع وينزل. من خلال تحليل حركة سعر السهم بتقدر تتوقع مستقبله، هيطلع أكتر ولا هينزل ولا هيستقر. التحليل الفني بيعتمد على حاجة اسمها الماركت ترند، يعني الترند بتاع سعر السهم في السوق، وبيستخدمها للتنبؤ باتجاه السهم في المستقبل ومن غير ما ترجع للقوائم المالية وتحللها زي ما بيحصل في التحليل الأساسي. ده ببساطة الفرق. وفي الكورس ده كل كلامنا هيكون عن الفاوندمنتال اناليسيز او التحليل الاساسي، واللي بيعتمد على القوائم الماليه وتحليل اداء الشركه. خلينا بقى نتكلم شويه عن اساليب التحليل الاساسي، واول تكنيك عندنا وهو الفيرتيكال اناليسيز او التحليل الرأسي. والتحليل ده كمان بيتسمى بالكومن سايز فاينانشال ستيتمنت. طيب يعني ايه كومن سايز فاينانشال ستيتمنت؟ الفكره هنا انك بتجيب قائمه ماليه لشركتين، وليكن مثلا قائمه الدخل لشركه A وشركه B لنفس السنه، وليكن مثلا 2024، وعايز تقارن ما بين الاداء المالي للشركتين من حيث الايرادات والمصروفات وكمان الربحيه. طيب ازاي تقارن ما بين شركه كبيره زي ابل ومحل موبايلات صغير؟ هنا بيجي دور التحليل الرأسي، واللي بيسمح لك تقلب كل الارقام في القوائم الماليه لنسب مئويه. طيب ازاي؟ ببساطه في قائمه الدخل بتقسم في كل بند من بنود القائمه على المبيعات او السيل. يعني مثلا لو عندك بند الكوست اوف جود سولد او الكوجز او تكلفه البضاعه المباعه، هتقسمه على المبيعات وهتحصل على نسبه مئويه بتوضح لك تكلفه البضاعه المباعه بالنسبه للمبيعات. هتعمل كده لشركه ابل وهتعمل نفس الحركه لمحل الموبايلات. بعد كده هتقارن النسبتين دول وتشوف مين فيهم ادائهم افضل. النسبه باختصار بتسهل عليك مقارنه الاداء المالي ما بين شركتين حتى لو حجمهم مختلف تماما. بعد ما تحول الارقام لنسب مئويه بيجي دورك انك تفسر النسبه دي وتقول رايك. فانت كده قدرت تقارن ما بين شركه كبيره زي ابل وشركه صغيره زي محل موبايلات. وده بالظبط دور التحليل الرأسي او الفيرتيكال اناليسيز. والسبب في تسميته الكومن سايز او الحجم الموحد هو انك بتقدر توحد حجم القوائم الماليه. حتى لو كانت شركه زي ابل ارقامها بالمليارات ومحل ارقام بالالاف، بتحول الارقام ديت لنسب مئويه، وبكده كل حاجه بتتحول لنتيجه من 100%، سواء بقى كانت ايرادات او مصروفات، وبتقدر تقارن بينهم بسهوله. زي ما قلنا في قائمه الدخل بتقسم كل بند على المبيعات او السيلز. اما في المركز المالي او البالانس شيت او الميزانيه العموميه، سميها زي ما تسميها، فبتقسم كل بند على اجمالي الاصول، التوتال اسيتس. وطبعا كل ده هنتعلمه بالتفصيل خلال التطبيق العملي على الاكسل، لكن دلوقتي بنشرح المفهوم الاساسي وده علشان نفهمه كويس. التقنيه الثانيه او التكنيك الثاني من الفاوندمنتال اناليسيز هو الهوريزونتال اناليسيز، واحيانا برضه بنسميه الترند اناليسيز. طيب ايه هو التحليل الافقي؟ التحليل الافقي يعني انك بتجيب القوائم الماليه لشركه، وليكن مثلا شركه ابل لكذا سنه زي 22 و23 و24، وتبدا تقارن الارقام الموجوده في القوائم دي. يعني مثلا في قائمه الدخل بتقارن ايرادات سنه 2022 مع ايرادات 2023 ومع ايرادات 2024، وتبدا تشوف ايه اللي حصل كترند او اتجاه ما بين السنين دي. هل الايرادات مثلا زادت؟ هل الايرادات قلت؟ وهكذا. التحليل الافقي ده برضه بيسمى بالكومن بيس يير اناليسيز، وده بيكون مختلف عن الفيرتيكال اناليسيز اللي اتكلمنا عليه. في الفيرتيكال اناليسيز كنا بنعمل مقارنه ما بين شركات مختلفه عن طريق تحويل كل الارقام لنسب مئويه، وده علشان نوحد حجم القوائم الماليه ونخليها متساويه بنسبه 100%. اما في الهوريزونتال اناليسيز بنركز على مقارنه اداء الشركه نفسها على مدار سنوات، ونستخدم سنه معينه كبيز يير لمقارنه باقي السنين. طيب ليه الهوريزونتال اناليسيز بيسمى بالكومن بيز يير؟ لانه بيعتمد على مقارنه السنين ببعض داخل نفس الشركه. طيب ايه هي فوائد التحليل الافقي؟ من خلال الهوريزونتال اناليسيز بتقدر تعرف النسب والمارجنز زادت ولا قلت، وده على مدار السنين. يعني مثلا لو كنت تحسب نسبه تكلفه البضاعه المباعه من المبيعات، وقلت ان النسبه في 2022 كانت 20%، وفي 2023 21%، وفي 2024 وصلت ل 22%، ده معناه ان التكلفه زادت بنسبه 1% كل سنه. وهنا بتقدر تعرف ازاي كل بند بيتغير مع الوقت وتاثير التغير ده على الشركه. كمان التحليل ده بيساعدك في فهم اسباب زياده او نقصان النسب. يعني لو مثلا لقيت ان نسبه الكوجز او تكلفه البضاعه المباعه من المبيعات بتزيد، ده ممكن يكون مؤشر ان اسعار البضائع اللي تشتريها من الموردين زادت، وسعر البيع للعملاء ثابت او قل، وده بيشير لوجود حاله تضخم او انفليشن. لكن التضخم انعكس على تكاليف الشراء بس، وما تمش نقل الزياده ديت للعملاء، فبالتالي ظهرت الزياده في نسبه تكلفه البضاعه المباعه للمبيعات. ومن خلال الهوريزونتال اناليسيز بتقدر تقيم اداء الشركه بشكل عام، هل بيتطور مع الوقت ولا بيضعف؟ فبتحلل السنين على التوالي وتشوف الاتجاهات اللي بتاثر على الصحه الماليه للشركه.
طيب ايه هي معادلات الهوريزونتال اناليسيز اللي نقدر نمشي عليها علشان نعمل التحليل الافقي بشكل صح؟ في نوعين من المعادلات او الطرق اللي ممكن نستخدمها في التحليل الافقي. النوع الاول استخدام حاجه اسمها البيزير. طيب يعني ايه بيزير؟ ببساطه عندك اكتر من سنه زي 2022 و23 و24 وعندك بند المبيعات او الايرادات السيل للسنه دي. لو عايز تقارن اداء الشركه في الثلاث سنوات دول من حيث المبيعات، كل اللي بتعمله هو انك بتختار السنه الاولى اللي هي 2022 وبتسميها بيزير او سنه الاساس. بعد كده بتجيب قيمه المبيعات في 2023 وتقسمها على قيمه المبيعات في 2022 واللي هي سنه الاساس وتضرب الناتج في 100. وبالنسبه لسنه 2024 هتعمل نفس الحركة، هتقسم قيمة المبيعات في 2024 على قيمة المبيعات في 2022 اللي هي زي ما قلنا سنة الأساس وتضرب الناتج في 100. وبكده بتكون قارنت أداء الشركة في كل سنة مقابل سنة الأساس اللي هي 22 وبتشوف التغيرات على مدار السنين باستخدام نسب مئوية. الطريقة الثانية في الهوريزونتال اناليسيز وهي الانيوال جروث ريت او معدل النمو السنوي، والطريقة ديت مختلفة عن البيزير. طيب ازاي؟ بدل ما تستخدم سنة أساس هنا بتقارن ما بين سنتين متتاليتين. يعني مثلا لو عايز تقارن 2022 مع 23 هتطرح قيمة 2022 من قيمة 23 وبعد كده تقسم الناتج ده على قيمة 22. الصيغة هتكون بالشكل ده. نفس الكلام لو عايز تقارن 2024 مع 23 هتطرح قيمة 2023 من 2024 وتقسم على 2023 مش على 22 زي في الطريقة الأولى. دي الطريقة اللي بنستخدمها لحساب الانيوال جروث ريت. نيجي بقى للتكنيك الثالث وهو الريشيو اناليسيز. تحليل النسب هي طريقة كيميائية بتساعدنا نقيس صحة الشركة المالية وأدائها، وده من عدة نواحي. من خلال الريشيو اناليسيز بنقدر نقيم الشركة في جوانب زي السيولة، الليكويديتي، قدرة الشركة على توفير سيولة كافية لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل، الكفاءة efficiency، قدرة الشركة على إدارة مواردها بشكل فعال، الربحية البروفيتابيليتي، مدى قدرة الشركة على تحقيق الأرباح، الملاءة المالية السولفنسي، قدرة الشركة على سداد التزاماتها طويلة الأجل، وآخر حاجة الماركت اللي هي قوة الشركة في السوق، يعني مدى تأثير الشركة في السوق ومكانتها بين المنافسين. بالتالي بنستخدم الريشيو أناليسيز علشان نقيس أداء الشركة من أكتر من زاوية ونعمل تقييم شامل للصحة المالية للشركة. طيب كل ده بيحصل إزاي؟ من خلال استخدام القوائم المالية للشركة وتحليلها باستخدام الريشيو أناليسيز أو تحليل النسب المالية. لكن في نقطة مهمة لازم تحطها في بالك، نسبة واحدة مش كفاية علشان تقدر تحكم بشكل كافي على الوضع المالي للشركة. المعلومة ديت أساسية جدا كمحلل مالي. لما تيجي تحسب نسب معينة زي نسب السيولة، لو لقيت إن النسبة ديت فيها مشكلة أو إن الشركة عندها ضعف في إدارة السيولة، ممكن تكون النتيجة الأولى اللي تيجي في بالك إن الشركة ديت أدائها مش كويس. لكن هنا تحليلك مش كامل. ليه؟ لانك لازم تحلل كل النسب التانية كمان مش بس السيوله، زي مثلا الربحيه البروفيتابيلتي. ممكن يكون عند شركه مشكله في السيوله لكن في المقابل نسب الربحيه بتاعتها عاليه. طيب يعني ايه الكلام ده؟ فكر فيها. النهارده لما الشركه عايزه تزود المبيعات بتاعتها بتعمل ايه؟ في الغالب لما الشركات تحب تزود المبيعات بتاعتها يا اما بتقدم خصومات او عروض يا اما بتعمل شروط الائتمان الكريدت تيرمز. طيب ايه هي الكريدت تيرمز؟ الكريدت تيرمز او شروط الائتمان يعني انك تقول للعميل تعالى اشتري مني البضاعه النهارده وادفع قيمتها بعد شهر او شهرين. كده انت بتبيع للعميل بالاجل. طيب ايه النتيجه؟ والنتيجه ان المبيعات عندك هتزيد لان العملاء هيشتروا اكتر لما يعرفوا ان هم مش مضطرين يدفعوا فورا. لكن في الفترة ديت الشهرين مثلا هيبقى عندك مشكلة في السيولة، وده لانك بعت البضاعة لكن لسه ما حصلتش الفلوس، وده معناه انك رفعت الربحية لان المبيعات زادت لكن في نفس الوقت قللت السيولة لانك بتبيع بالاجل. فمش معنى ان الشركه عندها مشكله في السيوله ان الشركه وحشه، هي عندها نقطه ضعف في السيوله لكن محققه انجاز في ناحيه تانية وهي الربحيه. فلو انت بنك وبتقيم الشركه من ناحيه اعطائها قرض او لا، في الغالب هتركز على الحاجتين، السيوله والملاءه. السيوله واللي قلنا ان هي قدرتها على تغطيه التزاماتها قصيره الاجل، والملاءه قدرتها على سداد التزاماتها طويله الاجل. طيب لو انت مستثمر وعايز تستثمر فلوسك في شركه وتشتري اسهم، في الغالب هتبص على الربحيه او البروفيتابيلتي بتاعه الشركه وكمان هتركز على نسب السوق او الماركت ريشيوز. فبالتالي مش منطقي ان تقييمك وتحليلك للشركه يكون من ناحيه واحده بس زي السيوله. لازم تشوف اكتر من جانب وتقيس اكتر من نقطه في الشركه، يعني على حسب هدفك من الشركه وطريقه استثمارك فيها هتختار النسبه اللي تهمك واللي تقدر تحكم بيها على اداء الشركه. ودي النقطه اللي اتكلمنا عنها في البدايه. كمان لازم نعرف ان المحلل المالي مش دوره بس ان هو يحسب النسب ويقول ان النسبه الحاليه او الكرنت ريشيوز مثلا بقت 2 او 3 ويسكت. مش كفايه تحسب كل النسب وتحطها كنسب وارقام بس. ليه؟ لانك لازم تحط النسب ديت كلها جنب بعض وتاخد منها رؤيه شامله عن الشركه. لازم تفسر النسب ديت لان النسب ديت ما هي الا ادوات بتستخدمها علشان تعمل فحص للشركه، ومن الفحص ده تبدا تفسر وتطلع نتائج. فما ينفعش تقول على نفسك محلل مالي لو كل اللي بتعمله هو انك بتستخدم المعادلات وتحسب النسب
وخلاص. لازم تفهم ان كل نسبة بتقول ايه وبتشير لايه، وايه العلاقة ما بين كل نسبة والنسبة التانية. في النهاية انت بتحط كل النسب ديت في نموذج شامل او موديل، وتطلع منه النتيجة النهائية والتفسيرات والتوصيات بتاعتك كمحلل مالي. لحد هنا نكون غطينا الأساسيات اللي لازم تعرفها عن التحليل المالي واستخدام النسب المالية. زي ما شفنا التحليل المالي مش مجرد أرقام، ده رؤية كاملة عن صحة الشركة وأدائها. بس لسه الموضوع ما خلصش. في الفيديو الجاي هنبدأ ندخل بعمق أكتر ونتعرف على نسب الريشيو أناليسيس. هنتكلم عن نوعين أساسيين من النسب: البرفورمانس ريشيوز اللي بتقيس اداء الشركه وبتتضمن نسب الربحيه وكفاءه اداره الموارد، وكمان الفاينانشال ليفرج ريشيوز واللي بتقيس قدره الشركه على سداد التزاماتها وطرق تمويلها. يعني لو عايز تعرف ازاي الشركه بتحقق ارباحها وازاي بتدير مواردها بكفاءه، تابعنا في الفيديو اللي جاي. هنتكلم بالتفصيل عن ازاي النسب ديت بتحدد قوه الشركه وقدرتها على الاستمرار. فلو انت جاهز تعرف الشركه بتكسب ازاي، استعد للفيديو اللي جاي. وما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك، لان بجد ده اللي بيشجعنا نكمل، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك إشعار بالفيديو اللي جاي. السلام عليكم.